يلا نتكلم عن واحدة من أهم عضلات الجزء السفلي من الجسم، وهي العضلات الخلفية. كتير مننا بيتمرنها، بس عشان نشوف تطور حقيقي لازم نفهم هي بتشتغل ازاي بالظبط. الأول لازم نعرف تشريحها. الهامسترنج مش عضلة واحدة بس، دي مجموعة عضلات. مكانها بيكون في الجزء الخلفي من الفخذ، وبتمتد من الحوض لحد تحت الركبة. تحديداً هم 3 عضلات أساسية: البايسبس فيموريس والسيمي تندينوسيس والسيمي ممبرينوسيس. اسم بايسبس فيموريس لوحده مثير للاهتمام. بايسبس معناها رأسين، زي عضلة البايسبس في دراع بالظبط. طيب، إيه وظيفتها بالظبط؟ ليها وظيفتين أساسيتين ومهمين قوي للحركة اليومية. ببساطة هي المسؤولة عن ثني الركبة وكمان عن مد مفصل الحوض. خلينا نشوف إزاي. عشان نفهم ثني الركبة ممكن نفكر فيها كأنها عكس العضلة الأمامية تماماً. الأمامية بتفرد والخلفية بتتني. أما في مد مفصل الحوض فهي بتتعاون مع الجلوتس عشان تدينا القوة اللازمة لحركة زي إننا نقوم نقف. كده فهمنا الوظيفة، يلا نشوف التمارين. نبدأ بتمارين ثني الركبة. تمرين الليج كيرل أو الثني الركبة هو أشهر مثال، وده الشكل اللي بتلعب فيه وإحنا نايمين. وممكن كمان نلعبه وإحنا قاعدين. الشكلين بيعزلوا وظيفة ثني الركبة بشكل ممتاز. نيجي بقى للوظيفة التانية، مد مفصل الحوض، ودي تمارينها بتكون مركبة وأقوى. تمرين زي الرفعة المميتة الرومانية أو الRDL يعتبر من أحسن التمارين لوظيفة مد مفصل الحوض. الفرق بين أشكال الديدليفت دي بيكون في درجة ثني الركبة، وده بيغير تركيز التمرين. حتى تمرين السكوات بيشغل الهامسترنج، بتساعد الجلوتس في مد الحوض واحنا بنقوم بالوزن. طيب، إزاي بقى نجمع كل ده في خطة تمرين متكاملة؟ الخطة الصح لازم يكون فيها تمارين للوظيفتين، تمارين ثني الركبة وتمارين مد مفصل الحوض. المهم إننا نوزع التمارين دي على مدار الأسبوع. الصحة في الاستمرارية. لما نفهم العضلة بتشتغل إزاي، مش بس بنبني عضلات أقوى، لا، بنتمرن بذكاء أكبر.